السلام عليكم. عشان تعملي بيتزا هشة وطرية وتقدري تشكليها زي ما انت عايزة وكمان تعملي منها فطاير تانية كتير من نفس العجينة دي، يبقى ايه اتبعي بقى ايه الخطوات اللي هعملها دلوقتي واعمليها بالطريقة دي. في البداية كده تعالوا نصلي على خير الأنام حبيب الرحمن ومسك الختام المصطفى عليه الصلاة والسلام. شايفين قد ايه البيتزا يا جماعة طالعة طرية؟ شايفين الجمال بتاعها يعني قطنية حاجة كده قمر. تقدري تعملي منها أكتر من حاجة، أكتر من فطيرة. تقدري كمان تفكري كده تعملي، مش ضروري بيتزا خالص، ممكن تعمليها فطاير تانية كتير. هتعتمديها بجد، هتعتمديها تمام زي ما انت شايفة كده. طب يلا بقى كده نشوف المقادير ونشوف طريقة التحضير. المنظر ده يا جماعة بجد بيخطف قلبي، بحب أول حاجة وهي جوه الفرن كده يعني خطيرة. تمام شايفين جمالها عاملة ازاي، حاجة كده قمر والله هتعجبكم جدا بإذن الله. تمام. طيب يلا بينا كده، احنا في البداية معانا كده كيلو ونص من الدقيق. تمام، معايا هنا 2 كيلو من الدقيق، فانا هاخد كيلو ونص وهنخلهم. خلينا متفقين كده ان اي معجنات لازم في البدايه ايه ننخلها، بتدي طراوه حلوه قوي قوي يا جماعه للعجينه وبتخليها تحفه. لكن ما تشتغليش على طول حتى لو الدقيق بتاعك نظيف، هويه. كل ما يتهوى بيبقى نتيجته افضل. تمام. معايا معلقه ونص من الخميره الفوريه، هحط لكم المقادير برده تحت في صندوق الوصف. تمام. معايا معلقه من البيكنج باودر، ربع كوبايه من الزيت، ربع معلقه صغيره من الملح. تمام. معايا كمان بيضه، وهنا معلش البيضه ما تصورش، لكن انا حطيت بيضه في العجينه وانا عايزه العجينه بالشكل ده تمط كده زي ما انت شايفه كده. تمام. وكمان بتلزق. تمام. طب لو لقيتيها مش قادره تطلعيها خالص من الحله بتاعتها، يبقى معلقه واحده بس من الدقيق بس، تلميها مش اكتر. تمام. برضو تخليها لازم تكون بتلزق زي ما بقول لك، هتطلع لك النتيجه تحفه. تمام كده. وبعدين نبتدي نغطيها بقى لحد ما تخلصي بقى الحشوات بتاعتك، هتكون هي خمرت يعني هو نص ساعه تبقى خمرت على فكره، عشان البيكنج باودر وخميره وبيضه ما شاء الله عليها. هنا حشوة بقى هعمل شاورما فراخ في البداية كده. غسلتها كويس جدا بالمية والملح بالمية والملح والخل والليمون. تمام. صفتها كويس جدا. جبت بقى القطعة اللي كنت شايلاها دي، نزلت عليها بملح وفلفل اسود، بابريكا، بصل باودر، توم باودر. حطيت كمان معلقة من الصلصة لو عندك، لو متاح. لو مش متاح ممكن تحطي بشر طماطم زي ما انا عملت كده. تمام. ولو كمان متاح علبة زبادي يا ريت تحطيها، بتبقى تديها طراوة حلوة جدا. حطي كمان عصرة ليمونة كده كاملة مع معلقتين 3 من الخل. وبعد كده لو عندك كمان علبة زبادي زي ما اتفقنا، او حتى ابتدي يعني مكسي كل الخليط ده مع بعض، وابتدي شيليه في التلاجة على ما تخلصي باقي الحشوات، هتكون اتبلت واخدت تطعيمة حلوة جدا. تمام زي ما انت شايفة كده. وهاتي بقى 4 5 بصلات كده، او حتى 3 4 بصلات زي ما عملت، وابتدي قطعيهم جوليان، وكمان قرنين فلفل، قرنين 3 4 كده فلفل رومي، مع جزرتين كمان تبشريهم. خلينا متفقين يا جماعه، احنا لما نيجي نعمل بيتزا او فطاير زي كده سريعه مثلا، فالحاجات دي بتبقى شايلينها اصلا اوريدي في الفريزر. يعني انا مثلا عملت لحمه الاسبوع ده، شيلي حته على جنب. عملت برجر، شيلي على جنب برضو. عملت سجق زي كده، انا شلت ربع كيلو برضو على جنب. تمام. يعني شيلوا على قد ما تقدري من الكميه اللي هتعمليها، ومش هتحسي ان اثرت معاكي في حاجه. تمام. حتى لو اقل من ربع كيلو شيلي برضو كده، جمعيهم على جنب لحد ما يعملوا لك كميه حلوه تقدري تعملي بيهم حشوات لفطاير، حشوات لبيتزا. فوقتها مش هتحسي انك انت كلفتي. فاهماني؟ تمام. هتسخنيها كويس جدا. هتدي بقى للسجق هنا صدمه. تمام. من غير اي ماده دهنيه خالص. نبتدي بقى ننزل بالسجق كده اول ما يغير لونه، نبتدي بقى ننزل بباقي المكونات. نفس الكلام هنعمله مع الشاورما. كنت بعمل اتنين في وقت واحد. الشاورما برضه نزلت بيها بدون اي ماده دهنيه خالص، اديتها صدمه كده على البوتاجاز تغير لونها، تبتدي تقلبيها، ما تقلبيش فيها كتير عشان ما تنزلش ميه. تمام. طيب بعد كده هنا اللون بتاع السجق اتغير، هبتدي انزل بقى بالبصله. هنزل هنا يعني انا عملت حوالي 4 بصلات، فهنا هنزل ببصلايه كبيره. وهنا والناحيه التانية قدها نفس الكلام، بس بعد ما الميه تنشف شويه نزلت بملح وفلفل اسود في السجق. دبل البصل نزلت بيه الفلفل، دبل الفلفل نزلت بيه الجزر المبشور بالشكل دوت. وكده الخلطه بتاعت السجق خلصت. تمام. بالنسبه بقى للشاورما كده الميه بتاعتها نشفت خالص. عايزه تحطي معلقه من الزيت بقى واحده عشان تمشي الدنيا كده، حطي لها. تمام. انا حطيت معلقه واحده بس من الزيت، وكده نزلت بالبصله برده نفس الكلام، والفلفل الرومي، ونزلت كمان بالجزر المبشور. برده ده كله دبل. خلاص الشاورما تمام معايا، كانت 3 4 دقايق وخلصت معايا بالشكل ده.
تمام. يلا بقى ايه، هروح مكان بس اوسع شويه. هنا العجينه ما شاء الله على ما خلصت كانت خمرت وبقت تحفه كده. العجينه يا جماعه مش عايزه اقول لكم قد ايه هي يعني مرنه جدا معايا وسلسه وجميله، يعني تحفه بجد تحفه، وهتعجبك جدا وهتعتمديها في البيتزات والفطاير كمان. تمام. نمسك ايه، ناخد بقى ايه قطع من العجين كده وايه نبتدي نكورها كلها مره واحده. تمام. واعملها ايه كور صغيره على قد بقى على قد اليوسفيه البرتقانيه، زي ما انت ايه حابه قطعيها. انا كبرت شويه على فكره يعني عشان انا ما عنديش ايه خلق بصراحه. تمام. كان ممكن اعملها اصغر من كده كمان، بس بالنسبه لدي إيه عملتها زي البرتقانيه كده. تمام. عشان دي هعملها إيه شكل يعني حله، هعمل لكم حله تمام. حله بغطا كده. فهنعملها ايه دائريه. نبتدي بقى ايه افرديها دائري كده بالشكل ده. وهاتي كده ايه اي بوله عندك صغيره او حتى طبق، زي ما انا جبت كده طبق ازاز بتاع الشوربه ده، ومعلقه صغيره من معلقه من صلصه البيتزا كده حطيها. تمام. ولو مش عندك صلصه بيتزا هقولك تعملي ايه دلوقتي. صلصه البيتزا دي يعني سهله جدا انك تحضريها في البيت بمنتهى السهوله. تمام. وبعد كده ايه اعمليها ايه زي بقه كده اللي هي بتاعت بالشكل ده كده. وابتدي بقى تضميها على بعضها وبايديك تقطعيها، او حتى بالمقص ممكن ايه تقطعيها تبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام. هاتي بقى حته عجينه صغيره كده وابتدي اعمليها ايه عشان نعملها الغطا بتاعها. لما تيجي تفرديها فرديها من جوه لبره، من جوه لبره تفرد معاكي بمنتهى السهوله. تمام. اعملي بقى كده حاجه صغننه كده اللي هي المكبس بقى بتاع الحله ده من فوق. تمام. وتبتدي ايه تفردي بالشكل دوت. انا ايه هعمل كمان واحده تاني. تمام معاكم عشان خاطر ايه اعمل الغطا مره واحده. هنا بقى هندهنها برضو وشها ببيضايه واحط عليها معلقتين من اللبن، ودي بقى اللي ندهن بيها الوش بتاعها. هنا حطيت برضو معلقه صلصه اهي. تمام. حطيتها في الخليط او الحشوه بتاعتي، وبكده هبتدي اضم كده بايدي واشيل الحته اللي فوق دي بقى اللي هعملها ايه الغطا بتاع الحله بتاعتي والمكبس الصغير اللي في النص ده. تمام. زي ما قلت لك ابرمي من جوه لبره زي ما انت شايفه كده. تمام. وابتدي بقى احطيها الاول والزقيها الاول واعمل لها شكل كده واحط المكبس بتاعها، وبعدين اخر حاجه خالص تدهنيها. عشان انا نسيت وجيت ادهن في البدايه كده. لا دهنت الاول كده، حطيت الغطا بقى ده اللي انا عايزه احطه ده، لقيته ايه اتزحلق بعد كده، يعني نزل بعد كده من على العجين. لكن لو حطيناه الاول ظبطناه وبعد كده دهناه مش هتنزل خالص، تبقى شكلها حلو جدا زي ما هتشوفي دلوقتي. في اكتر من واحده وقعت عشان دهنت الاول. تمام. والباقي ما شاء الله ثبت وكانت جميله جدا ما شاء الله عليها، وكانت من جوه كده مورقه عامله زي الفطيره والله العظيم. تمام. هنا بقى اعمليها اسطوانه، اعمليها بقى ايه زي شكل فطاير بالشكل دوت كده ايه مستطيله. تمام. والباقي بقى عملته ميني بيتزا، عملته صغير. تمام كده. ابتدي ايه اعمله بقى ميني بيتزا بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. طبعا انت لما تفردي على حاجه تاخديهم وتحطيهم على الصينيه على طول. لما تيجي تحطي الحشو ما تحطيش بره الصينيه، عشان ما ايه لما تيجي تشيلي ما تتبعترش منك زي ما انت شايفه كده. اهو كده بدأ خلاص دهناها صلصه البيتزا. صلصه البيتزا بقى هاتي الطماطم يعني بطريقه سهله جدا جدا. الطماطم زي ما هي قطعيها 4 كده وحطيها حطيها في حله او حاجه، او حله، اهم حاجه حله بغطا كده. وحطي شويه من زيت الزيتون وشويه من الزعتر وملح وفلفل اسود كده، وغطي الحله وسيبيها تغسل خالص خالص. هتعملي احلى صلصه بيتزا على فكره، بتبقى تحفه جدا. مش وفصل من الثوم على فكره. تمام. بتديكي صلصه بيتزا تحفه قوي، بتديكي طعم خطير كمان غير الجاهزه دي. تمام. هنا بقى انا عملت ايه كبد والقوانص بقى، حبيت ايه يعني دي مع نفسي كده طلعتها لي انا عشان اخليها مشطشطه ومحدش ياكل منها، بس انا اتكبست في الاخر طلعت مش حاميه اصلا الفلفل ما كانش حامي. طلعتها بالشكل دوت ما شاء الله، ما بتاخدش حاجه خالص في الفرن. هو بالظبط اول مره يعني 10 دقايق كده، ممكن ربع ساعه. لما بتيجي تحط الصواني اللي بعدها بتاخد اقل لان تبقى الفرن سخنت جدا جدا. تمام بالشكل ده. ولو هتحطي في ارضيه الفرن من تحت يبقى تاخدي بالك يا دوبك تتشمع تروح قايمه ايه مغيره مكانها على طول عشان ما تنشفش منك. تمام. كانت طريه جدا وتحفه جدا وما شاء الله عليها، وان شاء الله هتعجبكم. لايك وشير بقى اوعي تنسيه، يعني احنا بنتعب في الفيديوهات يا جماعه جدا يعني، فياريت يبقى في دعم كده للصفحه وتعملوا لايك وما تنسونيش في دعمكم، وما تنسونيش بقى في كومنت حلو كده منكم في الكومنتات. تمام. مع السلامة.